وده واحد من المطاعم اللي رشحتها لي وصدمني حرفيا بعد تاني تجربة مختلفة ليا معاه وغيرت رأيي عنه. فخليك معايا وشوف التجربة للآخر علشان تعرف الموضوع بدأ ازاي. النهارده احنا رايحين لمطعم اسمه تشيكانا ده انا عملت عنه تجربة ما كانتش احسن حاجة بالنسبة لي، ولكن الفترة دي في ناس كتير كلموني عليه انه لا طور من اكلهم والحاجات دي. هيبقى معانا شخص انا هظهر لكم ايده، تمام؟ الشخص ده هو اللي هيروح يجيب الاوردر بتاعنا، اول ما هيجهز هيكلمنا بالتليفون وهنطلع ناخد منه الاوردر. اكيد مش انا طبعا، يعني مش ده حد تاني. لا، واحد مش موجود معانا في الفيديوهات. وبعد ما طلع الاكس علشان يطلب لنا الاوردر، وبعد حوالي نص ساعة كده رن علي اخيرا، وبدأت اطلع للتوب كورت علشان نجرب الاكل التاني مرة عندهم، وده بعد فترة 6 شهور. وزي ما انتم شايفين شكل الاكل كان عامل ازاي. طلبت حاجات جربتها قبل كده وحاجات جديدة، ومن الحاجات اللي جربتها في المرة الاولى كانت الفراخ والستريبس وساندوتش الفراخ والريزو، والمرة دي بس ضفنا عليهم البيتزا وضفنا عليهم حاجات تاني فاجئتني وغيرت رأيي 180 درجة عنه. فخليكم معايا للآخر علشان تعرفوا ايه هي المفاجأة دي. وقبل ما نبدأ ونجرب ما تنساش اللايك والفولو، واكتب لي عاوزيننا نجرب مطعم ايه تاني. ونبدأ بالستريب، وزي ما انتم شايفين عاملة ازاي المرة دي. حاسس انها اتحسنت عن الاول، واول مرة طعمها ما كانش قوي، التوابل فيه كأنها مش موجودة، لكن المرة دي فاجأني بجد والتوابل كانت قوية فيه عن الاول، فده خلاني اتحمس اكتر للي جاي بقى. وندخل بقى على الفراخ، وزي ما انتم شايفين كانت سخنة والتتبيلة داخلة لحد جوه القطعة، وفراخ نظيفة وبيضة وفريش كان، لكن الحجم المرة دي أكبر بكتير عن الأول. ولكن في أول تجربة كانت التتبيلة بتاعتها مالحة واتقفلت منها ساعتها، لكن لما جربتها المرة دي لا، لقيت مستوى الفراخ بجد اتحسن عن الأول بكتير، ومش مزيتها وطعمها تحفة كان، وأبهرتني بصراحة المرة دي. وندخل على السندوتشات بقى. وسندوتش الفراخ في أول تجربة كان العيش بتاعه مفرول واتقطع مني أصلا قبل ما أكل، لكن المرة دي السندوتش العيش فيه ماسك نفسه، ولقيت السندوتش نفسه خطير بجد، والصوص هنا غرقني معاه. والله انا حاسس ان انا ظلمت المكان ده بجد ولا ايه. وندخل بقى على الريزو، وقتها كان احسن حاجه في التجربه، ولكن النهارده بصراحه ما شدنيش زي اول مره. حسيته النهارده كده مفتقر شويه لتوابل الرز، والبطاطس لذيذه كانت وزي ما هي. وندخل بقى على الجديد، والاول مره هجرب الحاجات اللي جايه دي. البيتزا فراخ، ودي بنص رانش ونص باربيكيو. بصراحه البيتزا بردت منينا لحد ما جربت الاكل، ولكن رغم كده العجينه بالنسبه لي كانت غريبه هنا، واللي هو غريبه عن اي مطعم بيتزا جربته في اسوان، والطعم بتاعها تحفه بجد. يمكن انا مش بحب صوص الرانش شويه، لكن الرانش فيها مخلي طعمها خطير، وبجد ارشح لكم البيتزا من عندهم بجداره يعني، لان البيتزا عندهم مختلفه وخطيره. ندخل بقى على الصدمه واللي كان مفاجاه بالنسبه لي، ده سندوتش البيف برجر. حرفيا السندوتش ده جبناه في الاخر، وده بعد ما تكيفنا من تجربتنا النهارده. انا حرفيا جربت واحد من احلى برجر اللحمه اللي دقتها في اسوان. السندوتش ده خد قلبي هنا، رغم اني بحب الفراخ، لكن ده صوص البيك تيست فيه واللحمه بجد خطير. بص بيبص معاك ازاي يعني. بجد دلوقتي اقدر اقول لكم ان التجربه دي غيرت رايي عن المطعم 180 درجه، ومطعم تشيكانا اسوان بديل قوي لمطاعم اللي ما يتسموش دول. وبس كده.